وليه ما نحلمش؟ ليه ما نحلمش ان المغرب يكون بطل كاس العالم بعد ان استطاع هذا الفريق، بعد ان استطاع اسود الاطلسي ان يحولوا الاحلام الى حقائق؟ بحق الله ليه ما نحلمش ان تصبح المغرب بطل كاس العالم؟ ايه المشكلة في هذا الحلم؟ ما بقولش الفضية ولا البرونزية، ليه ما نحلمش بكاس العالم ذات؟ كتبت الإجابة لمن أدمن الطرق، كلنا حافظين هذا الحديث القدسي. والمغرب حقيقة منتخب وشعب حاول وحارب من أجل هذا الحلم سنوات طوال، سواء من التنظيم، كل كاس عالم المغرب بيقدم من أجل التنظيم، سواء بالنسبة للمشاركة. المغرب أول فريق عربي كان يصل لدور ال16 في التاريخ، وكان أول فريق عربي يصل لدور ال8، وها هو يحلق لما كان بعيد عن خيال أكثر المتفائلين. بالإيه؟ بالإصرار والعزم. ده اللي عمله المغرب النهاردة. تحية لأسود الأطلسي اللي موجودين بين الأربعة الكبار. استمرار الطرق على الابواب ده اللي عمله المغاربه طيله سنوات طويله جدا. استمرار الطرق على الباب سواء من اجل التنظيم او بالمشاركه وتحقيق الحلم. وريد الجراجي وهذه الكتيبه من المقاتلين حقيقه قادرين للوصول لابعد ما يكون. بلاش نخلي احلامنا بسيطه، خلينا نحلم احلام الكبار والكبار جدا. هذه الأحلام العظيمة يحلمها رجال عظام، والعظمة لله وحده. هذا الجيل ما تأثرش بأبيات الشعر اللي حقيقة تدعو للاستكانة واللي بنحفظها للأولاد في الابتدائي، اللي هو ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أو السفن، اللي هو ربان السفينة. لا، هذا الجيل آمن بالأبيات الأصلية، الأبيات اللي بيدعو لها هذا الدين من الإصرار والكفاح. تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يدركه ولو حاربته الجن والإنس، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها. تجري الرياح كما شاءت لها سفن. هذا الجيل طبق تلك الأبيات الحقيقية والصحيحة تطبيق أصلي، وجعل الأمة من المحيط للخليج تحلم وتقول هل من مزيد؟ وليه لا ما يكونش أسود الأطلسي أبطال العالم؟ تحية للمغرب اللي استطاعت الانتصار في مباراة تاريخية على البرتغال، ووضعت رجليها بين الأربعة الكبار، وجعلت المستحيل بفضل ربك ونعمته وكرمه ممكنا. تحية لهؤلاء الرجال اللي جاءوا من طين الأرض، وشوفوا عائلاتهم بسيطة زي عائلاتنا جميعا، شوف أمهاتهم وزوجاتهم هي نفس البيئة اللي مليئة بالكفاح والإصرار والعزيمة واستمرار المحاولات.
قلنا كثيرا ان النجاح مجموع مرات فشل. كم مرة حارب المغاربة وها هم يصلون نيابة عن أمة. 1000 تحية للرجال اللي قهروا المستحيل وجعلوه ممكنا. 10 ديسمبر 2022 تاريخ جديد. كنا فاكرين تاريخ المباراة السابقة هي آخر الأماني، لكن الفريق ده جعل كل التواريخ اللي بيلعب فيها واللي بيضرب فيها موعد في اللقاءات هي موعد مع التاريخ. هذا الجيل صنع التاريخ. تحية للمغرب شعبا ولاعبين وحقيقة وأداء. تحية للأبطال اللي عملوا يوم تاريخي وأصبح العالم العربي والإسلامي لأول مرة بيقول هل من مزيد. تحية للشعب المغربي عربيا وأمازيغيا وكل الأعراق. تحية ليهم فردا فردا. تحية للرجراجي وكتبته 1000 تحية. الله غالب، ونشوفكم في قبل النهائي بإذن الله. المغرب تحية.